اللي تحب تخرج ضده كما جابتها أمها. ما فماش آية تقول نعاقبوها. علاش تعاقبها؟ فاش قال؟ ربي زاد حكى على لباس سامحني ما زلت الجنس. امرأة قالت أنا نحب نكون باغية، اون بروستيتيسيون، نحب نكون أو نعاودوها، نحب نخدم، عندها الحق باش تخدم. القرآن يقول فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذا ما أردنا تحصنا. شنو هو اللي معرض؟ الإكراه على البغاء، البروكسينيتيسم. أما هي تحب تخدم على أنفسها وتصور الفلوس، تصور الفلوس، محترمة مسلمة كاملة الإسلام يجب احترامها. النبي الباغيات في وقته كانوا يدوروا في الشوارع في كل البقاع، ما ضرب حتى واحدة، ما قتل حتى واحدة، ما عاقب حتى واحدة. القرآن هذا كاش قال؟ هذا موش جنس. هذا النبي ايش كان يعمل؟ علاش احنا نجيو نكونوا أكثر تشدد من النبي؟ إذا كان الطفلة صبية ما عندهاش راجل تحب تخدم على روحها. شنو معناها تخدم على روحها؟ تخدم على روحها معناها ترقد مع اللي تحب عليه، لبس عليها ما نعملوا لها شيء. كل راجل متزوج عنده 4 نساء ومن بعد خرج للشارع ولقى صبية باغية نقدم معاها، ما عمل شيء، ما زناش، نقدم معها باغية، عندها الحق باش تقوم بالبغاء نتاعها، ملك اليمين. والقرآن يقول لك ملك اليمين حلال. تعدى للسوق اشري طفلة حطها في الزنبيل نتاع البهيم نتاعك وروح بها للدار. عجبتك ما عجبتكش هبطها للسوق بيعها واشري غيرها، حلال. شنو الاخر؟ مو جنس هذا؟ شنو الحلال يا سي محمد؟ شنو الحلال؟ ماهوش يعني انت تحكي على العبوديه، راك انت نحن دخلنا من موضوع العبوديه مع المعاشره الجنسيه، ماهيش عبوديه برك. نجم تاخذها رقيقه تخدم في الدار، تمسح تسيق تطيب العشاء وكاهو حتى غد، ما تحطهاش في الليل في فرشك. يا اخي الخصيان ايش كانوا يعملوا بهم؟ لواش الخصيان؟ تما في القرآن فما قوم لوط، طيب مفهوم، ولكن ما فما حتى آية واحدة خاصة بمعاشرة الذكور، حتى واحدة فماش آية. ربي يتحدث عن الفواحش، لي شوز abominable اللي جاي يجي. ما فما حتى آية واحدة تذكر معاشرة الذكر مع الذكر، وتقول ال4 شهود يجاو يعيشكم اشهدوا عليا راني باش نقوم بعملية جنسية. يقفوا 2 على اليمين 2 على اليسار، يحلوا عينيهم بالكدا على خاطر لازم يشاهدوا القضية كالمرود في المكحلة. إذا كان ما شاهدوش كالمرود في المكحلة، نعم ما فماش زنا. ومن بعد نمشي للقاضي ونقول له هاو ال4 شهور شهدوا عليا ارجمني. كلام فارغ هذا. دكتور انت كنت في مقالتك السابقة تدعو الناس باش يقوموا بثورة جنسية. طبعا لازمنا نقوموا بثورة جنسية. ثورة جنسية نحيوا الشريعة، الشريعة نحيوها